مساء النور، مساء الخير عليكم. هاني بديت ننشط شويه. هاني بديت ننشطه. هادي سي لا دوزيام فيديو اللي نديرها لكم بالمناسبه تاع العيد، نعاود نقول لكم صحه عيدكم، مبروك عيدكم. كل عام وانتم بخير، كل عام وانتم لاباس ومهنين ان شاء الله. وكل عام وحنايا ننعموا ان شاء الله بالخير، في بلادنا وبلهنا ان شاء الله يا ربي. رمضان بسلامته وراح، عقوبة العام الجاي ان شاء الله. اليومين هادو احنا مع الضيوف تاعنا، ربي يكثرهم علينا ان شاء الله ويزيد. الحمد لله. يعني رغم قلة الزيارات السنوات هذه، بصح ما زلنا يعني نتلاقاو هكذا في المناسبات هذه الدينية، الحمد لله يا ربي. المناسبات الدينية هذه اللي ربي دارها لنا حكمة إنسانيا، يعني لينا كأفراد، كأشخاص، كعائلات. ربي مدينا الحكمة هذه تاع الزيارة وتاع، يعني الحمد لله. حتى اللي يعود مريض وما يقدرش يتنقل، الحمد لله ربي يكثر عليه الحباب ويجيوه. الحمد لله يا ربي. المهم، يعني بالمناسبة تاع العيد هذا أنا نتقدم لكل الشعب الجزائري ونقول له صحة عيدك. ربي يهنيكم إن شاء الله، وربي يعاودوا عليكم إن شاء الله العام الجاي احسن من السنه. دائما ناملوا به يكون دائما المناسبات هذه تكون يعني كي تجي في احسن ظروف وتلقى يعني الانسان في احسن صحه. والحمد لله الحمد لله. يعني بصح شوفوا، يعني رغم الاحزان اللي جات علينا نتاع خاوتنا هذوك المسلمين العرب الفلسطينيين، ما نقول لكمش غير مسلمين، مسلمين مسيح ويعني والكل اللي عايش في هذيك الارض هذيك في فلسطين، وبالضبط في غزة. الشيء اللي شفناه يعني الاشهر اللي فاتت، يعني الانسان راح سبحان الله، يعني يكون ماشيين القوة تاع ربي اللي عطيها لنا وعطينا وينعم علينا بالصبر كل وقت ينزلوا علينا. الانسان يبقى يعني مندهش من الشيء هذا اللي صار في الشعب هذا، الشعب هذا البريء مسكين. والله العظيم انا وصل الوقت عدت ما نشوفش، ما نحبش نشوف خلاص واش صار في ناس غزة خاصة، هي فلسطين كاملة بصح غزة سي يعني بزاف بزاف بزاف. الشيء اللي يحير هي الطاقة تاع التحمل تاع الشعب هذا، المعاناة تاعو، واش تحمل يعني رغم الشيء اللي جاز عليه ومازال واقف. يعني هذه القوة بكل ربي اللي بعثها له، ربي اللي أكرمه بها. سينو كيفاه يعني الشيء هذا اللي يجوز عليهم بكل، خاصة الجانب الآخر، الجانب العاطفي هذاك اللي ما كانش من الدول اللي أنا كنا نتفكر نقول الدول العربية هم فريمون تحكمني كما يقولوها القنطة. الدول العربية، يا سلام على الدول العربية ومن يرأس الدول العربية ومن يتحكم في الدول العربية. يا سلام يا سلام، ما نقدروش نعمو، مي احنا كشعب بسيط نشوفوا حوايج يعني ما تعجبش خطراش. ربي يسمح لهم يعني، حكام العرب ما يشبه كل حاشا، يعني كاينين الناس اللي عندهم مواقف وعندهم مبادئ بفضل الشعوب، يعني نحبوا ولا نكرهوا، اللي يعني ما نزلوش من قيمة الشعب هذا وما خانوهش، رغم يعني امور بزاف اللي تمنع حتى به يعني الانسان يقوم بالواجب تاعو هذاك الانساني، كدولة ولا على المستوى العالي. رغم كل شيء داروا الشيء اللي يقدروا عليه، ومنها الجزائر، والجزائر هي أول الدول اللي الأعمال تاعها تبان، خاصة في الدبلوماسية، نقول لها دبلوماسية، لا دبلوماسي ألجيريان، الله يبارك وما شاء الله عليها. الحمد لله عندما تتكلم تنفذ، والشي بكل هذا نشوفوا فيه، رغم أن هناك كيف يقولوا جحد كبير من إجحاف ولا جحد كيف يقولوا من الإعلام العربي المعروف. المهم الموقف تاع الجزائر مشرف وعظيم تاني، ماشي غير مشرف.
بين الدول، بين حتى الدول العظمى، حتى في الدول العظمى الموقف تاع الجزائر باين واضح وضوح الشمس. فريمون عاد تحدي كبير للدبلوماسية الجزائرية، ووصلت وحققت أهداف كبيرة رغم كل شيء، رغم كل شيء. راكم فاهمين يعني علىها يعني نتكلم. انا نتكلم بهذا ما نقدرش، ممكن ما نقدرش نوصل كل شيء، بويسك هذه الامور هذه تتحكى بالطريقه بالطريقه السياسيه، بالجانب هذاك السياسي هذاك اللي يكون يحفظ كل شيء، يعني يحفظ المواقف اكثر من الانسان يحكي عليها هكذا بالطريقه هذه تاعي انايا الوطنيه، ولا حسب المعرفه تاعي من ناحيه الثقافه العامه، واش قاعده نشوف واش قاعده نشوف واش قاعده المهم. نقول للناس هادو الشعب هذا الغزاوي خاصة، هو الشعب الفلسطيني صح، بصح الشعب الغزاوي والمعاناة تاعو اللي شفناها هكذا على المباشر، يا رب يعطاهم القوة ويعطاهم القدرة به مازالوا واقفين ومازالوا أحياء رغم الوفيات، رغم الاستشهاد تاع البشر اللي مات فوق الأرض هذه. الأمر يحير. انا في قبل رمضان كنت نقول يعني الحق ما كان يحلى والو كي تشوف هكا، كي قبل ما يوصل رمضان نهضر، يعني نهضر معهم نقول يعني دركا هي رمضان وصل، كيفاه هاد الناس هادو كيفاه يقدروا يصوموا، كيفاه هك كيفاه هك كيفاه هك. صدقوني انا في القناه تاعي كنت نشتي نحط هكذا في هكذا نحط ولو امور خفيفه في الاعياد، ونحط طواجن تاعنا، نحط مهم نحط صور هكذا في دي بوست على الشيء اللي نخدمه انا ولا بناتي، ولا نحطه نحب ننشره. السنة ما حلاتليش خلاص، يعني ما ماشي حلوة، يعني الانسان حتى يحط تحس بروحك باللي انت كي تجي تحط هكذا امور هكذا تاع مائدة او طاولة، يعني تحس باللي الامر مش مليح، ما يساعدناش يعني احنا كمسلمين، يعني بهنا تحس باللي الاخرين هم قاعدين يتعذبوا قاعدين هكا وحنا قاعدين نحطوا. لذلك نشرت واحد النهار واحد ان بوست حطيت فيه هكذا، يعني رجاء الناس اللي قاعدين يحطوا يعني في رمضان ينشروا في الموائد تاعهم، ينشروا في الطواجن والطبخ الله يبارك، وهذيك تمنيت قلت لكم ما يعودوا ما يحطوش، يعني كبرهان علينا كمسلمين باللي رانا شويه غضبانين. بصح تبقى حريه، يعني هذه حريه شخصيه رغم كل شيء، خلاص لا غالب كاين الناس اللي يحبوا يتسمى المهنه تاعهم هكذا، يقولوا مدارين دي شين سبيسيالمون بوغ هكذا باه ينشروا المحتوى تاعهم يكون هكذا في الطبخ في الحلويات في هذيك يحبوا ينشروا، ربي يسهل. آه بصح قلت كي تسمى جا العيد قلت نبدا ساعة ساعة نولي نحط هكذا، خاطر شفت بلي شوية الامور بدات انفا ما حناش راحين نبقاو دايما هكذا، نوليو شوية ساعة ساعة نحطو حوايج هكذا تاعنا باه تبقى القناة، انا بيرسونيلمون باه تبقى القناة تاعي شوية تبقى كاينة برك موجودة، ما نفتش على حتى حاجة يعني صدقوني، بس كما الامور هذه العبد واش قاعد يشوف في اليوتيوب قاعدين نتعلموا، انا شفت حوايج بزاف ونكتبش عليكم وعاد عندي واحد الوعي هكذا في المواقع هذه تاع التواصل، بديت نشوف حوايج هكذا باللي نعرف ما يقدرش الانسان يحطها ولا ينشرها وهذيك، بصح يبقى الموقف تاعي ويبقى المحتوى تاعي، يعني نقولها لكم انا دائما نبقى نهضر على بلادي والشي اللي يخص بلادي والشي اللي نشوفه هكذا يعني سي با جوست ما من الجيران تاعنا ومن بوسكو عندنا نعرفوا تالمون احنا درك عندنا نشوفوا باللي فريمون حنايا عندنا شحالنا عندنا حوايج بزاف اللي ما عندهمش الجيران ولذلك ولذلك تلقاوهم دائما حاكم واحد الجنون واحد الهبال هكذا مهبل مهبل، يعني شفنا كل شيء منهم، شفنا كل شيء ما نحكيوش بزاف اللي خطاش اليوم عيد و وش حنقولوا يعني يا ربي يدومها علينا نعمة، ربي يخلي بلادنا دايما محمية إن شاء الله ومنتصرة،
وربي يخلي الوعي عند الشعب الجزائري، باه يبقى دايما يفرق، وشكون الناس اللي يحبوا الجزائريين وشكون الناس اللي ما يحبوش الجزائريين، رغم ان اننا ب كيف قالوها بالجزء تاعنا كجزائريين، اوني devenu comme فوبيا للشعوب الأخرى. ربي يهديهم، ربي يهديهم. المهم نعاود نقول لكم صحايتكم تعيدوا بالصحة والهنا. واللي قريب ليا انايا، اللي قريب ليا بالمناسبة هذه يقدر يجي عندي ويشرب قهوة معايا ولا تاي ولا مرحبا به. نقول لكم صحايتكم، ربي يدومها عليكم وربي يهنيكم ان شاء الله، والى اللقاء.